عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده طبعا كان نتنياهو بيتجول في تل أبيب، وكان في كافيه بعد الأخبار اللي كانت منتشرة الفترة الأخيرة عن اغتياله. فده كانت أخبار كاذبة، وفي الآخر نتنياهو ظهر النهارده عشان يثبت إن هو موجود. على الجانب الآخر صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات النخبة الأمريكية، وهي قوات المارينز، لاحتلال جزيرة خرج الإيرانية. واللي معرفش قوات المارينز يا جماعة، دول قوات النخبة في الجيش الأمريكي. دول حضراتكم اللي خطفوا الرئيس الفنزويلي من حوالي شهرين بعملية جبارة، والكلام اللي هم قعدوا يعملوا له بروماجندا كبيرة جدا في أمريكا. لكن طبعا الكلام ده كله في الآخر كان بلح، لأن ما حصلش، وكان في خيانة من الداخل الفنزويلي. طيب الجزيرة دي إيران تقريبا بتصدر منها ما يقرب من 90% من النفط الإيراني. هل دونالد ترامب هيكون قادر ان هو ينفذ تهديده باحتلال الجزيرة؟ في تقديري الإجابة طبعا لا، قولا واحدا مش هيقدر. ليه مش هيقدر؟ لأن أولا إيران ما عندهاش استعداد إن هي تسيب الجزيرة. ثانيا ده هيكون انتحار بالنسبة للجيش الأمريكي، لأن إيران صعبة جدا جغرافيا. فالجيش الأمريكي مش هيقدر يحتل إيران بريا، لا في يوم ولا في شهر ولا في سنة ولا في 10. ده أمر صعب جدا. طيب على الجانب الآخر طبعا الطيران الأمريكي بيتجول في الأجواء الإيرانية بعد ما تقريبا ضرب كل الأهداف اللي كان مخطط لها. ودلوقتي اللي بيضرب من إيران تقريبا الصواريخ والمسيرات، ودي طبعا في الجبل وتحت الأرض، فصعب جدا استهدافها. وده اللي هيخلي إيران نفسها طويل شوية في الحرب. طيب كل حرب في الدنيا يا جماعة بيكون ليها أهداف، ولازم يطلع منها فايز ومهزوم. بالنسبة للأهداف الأمريكية تختلف عن الأهداف الإيرانية. الحرب عاملة زي ماتش الكورة، الكورة جوان والحرب أهداف. إيه الأهداف الأمريكية اللي اتحققت، وإيه الأهداف الإيرانية اللي اتحققت؟ بالنسبة للأهداف الأمريكية اللي اتحققت لغاية دلوقتي، هو طبعا ضرب البرنامج النووي، وضرب المرشد والقادة، وإضعاف إيران جدا. ده حصل. طيب بالنسبة للأهداف الإيرانية، كون يا جماعة إن المرشد الجديد يظل في السلطة الإيرانية، فده هيكون عدم هزيمة لإيران. لو ما فضلش غير مكتبة خامنئي المرشد للدولة الإيرانية هو اللي موجود، هو اللي حاكم بعد الحرب ما تخلص، ده هيكون مش هقول انتصار، لكن عدم هزيمة لإيران. ده واحد بالنسبة لإيران. طيب النهاردة إسرائيل بتعلن رسميا على بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان. وده طبعا هيعمل مشاكل لاخواتنا في لبنان كبيرة جدا، لأن تقريبا نزح من الجنوب ما يقرب من 1,000,000 شخص، وده رقم كبير جدا على الدولة اللبنانية وعلى استيعابه طبعا. لكن احنا بنقول ان في خلال الفترة اللي جاية من 2 ل3 سنين كحد أقصى، حزب الله مش هيكون بنفس القدرات، ومش هيكون له أي سلطة في الدولة اللبنانية. لو إسرائيل ما قدرتش تعمل كده، وهي مش هتقدر تعمل كده، فالدولة اللبنانية نفسها هي اللي هتحاول بقدر الإمكان تقل قدرات حزب الله. ليه؟ لأن حزب الله سبب للبنان مشاكل كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة. فالدولة اللبنانية ما عندهاش استعداد تخوض حروب تاني علشان حزب الله. هي الدول عايزة ساعات تخوض حرب تكون قرار دولة، مش قرار منفرد، مش قرار حزب هو اللي بيورط الدولة. فالله يكون في عون اخواتنا في لبنان، ويقدروا يعدوا المحنة دي على خير. طيب النهارده طبعا في ناس انا عايز اقول لهم كلمتين مهمين جدا، اللي هم بيحاولوا يعملوا فتنة ما بيننا وما بين الدول العربية ودول الخليج. طبعا منهم اعلاميين من الدول الخليجية، ومنهم طبعا الناس من مصر كتير جدا. مبدئيا احنا مش هنحارب بالنيابة عن دول الخليج، يعني هم مش هيقعدوا يتفرجوا واحنا هنحارب. لا، احنا هنحارب معاهم وهندافع عنهم. بس امتى؟ في حال يا جماعة حضراتكم بتتكلموا في ايه؟ هي الدولة السعودية اعلنت حرب؟ هي الامارات اعلنت حرب؟ هي قطر اعلنت حرب؟ الدول الخليجية ما اعلنتش الحرب، هي ما دخلتش في الحرب. طب هل هم ما عندهمش دفاع جوي؟ عندهم. طب هل هم ما عندهمش طيران يقدر يضرب ايران؟ عندهم. ما عندهمش جنود؟ عندهم. ان احتاجوا من مصر، مصر مش هتتأخر وهتقف معاهم، لكن مش هتحارب وهم يتفرجوا علينا. وده اللي انا سامع صوت كده من الخليج بيتكلم، فين مصر؟ انت عايز مصر تعمل ايه؟ عايز مصر تعلن الحرب انت ما اعلنتهاش اصلا؟ لا طبعا، مش هينفع الكلام ده ومش هيحصل. احنا هنقف معاك وفي ظهرك، بس لما انت تعلن الحرب،
لكن انت ما اعلنتش، عايزني انا اللي اعلن الحرب ازاي يعني؟ انا جيشي موجود في بلدي، لو حضرتك احتجت مساعده من مصر، مصر مش هتتاخر عليك، لكن ولادنا غاليين علينا، واستنزاف الجيش المصري امر مش مسموح بيه، علشان حدود مصر مشتعله من كل الجبهات. فمصر بتحاول تحافظ على الامن القومي المصري والعربي، لكن مش هتحارب وحضراتكم تتفرجوا علينا، لا احنا هنحارب معاكم، احنا في ظهركم، علشان الامور تكون واضحه. وبنقول للناس اللي بتحاول تعمل فتنه، يا جماعه لو سمحتوا اهدوا شويه، احنا في ظرف تاريخي وما ينفعش يكون في فتنه ما بيننا وما بين اشقائنا، احنا معاهم. والدوله على لسان القائد الاعلى للقوات المسلحه اعلن الكلام ده. هرم الدوله هو اللي اعلن ان احنا مع اشقائنا ومش هنسيبهم، بس احنا مش هنحارب بالنيابه عنهم. لما هم يعلنوا الحرب احنا هنكون في ظهرهم، ويا ريت محدش يعمل فتنه ما بيننا وما بينهم. ربنا يحمي مصر ويحمي العرب خريج ابتدائي. سلام.